فنانة كويتية مشهورة بتغني في فرح للجن في أكتر ليلة مرعبة مرت بيها في حياتها، وقصتها بقت أكتر قصة مرعبة في الوطن العربي كله. تعالوا نعرف تفاصيل الموضوع بعد الفاصل. في سنة 1970 الفنانة الكويتية نورة أو الطجاجة نورة زي ما أهل الخليج بيقولوها قضت أكتر ليلة مرعبة فعلا في حياتها. تعالوا في الأول نعرف مين هي الطجاجة نورة، وأصلا يعني إيه كلمة طجاجة. كلمة طجاجة أو طقاقة في دول الخليج معناها مغنية في الأعراس أو الأفراح، وبيكون معاها فرقة من النساء أو البنات بيتقال عليهم الرد وضاد، يعني اللي بيرددوا وراها واللي بيعزفوا على الآلات، ودايما كان عليها الطلب في كل الأفراح لدرجة إن أجرها وصل لمبالغ كبيرة جدا. وكان معاها فرقتها اللي بتتكون من 6 بنات. في أحد أيام سنة 1997 جالها اتصال تليفوني من سيدة بتطلب منها إنها تحيي فرح بنتها. سألتها نورة إمتى هيكون الفرح؟ الست ردت عليها وقالت لها النهاردة الساعة 10 بالليل. نورة رفضت لأن كان اليوم ده هو اليوم الوحيد اللي نورة بتاخده أجازة عشان تستريح فيه هي وفرقتها، بس الست أصرت وفضلت تلح عليها وقالت لها أرجوكي بنتي مصرة إن أنت اللي تحيي حفلتها، ولو ما جيتيش قلبها هيتكسر في يوم فرحها. ومش بس كده، ده عرضت عليها مبلغ كبير أكتر من اللي نورة نفسها كانت بتاخده في الفرح. مع إصرار الست نورة اضطرت إنها توافق، وسألت الست على عنوان المكان اللي هيكون فيه الفرح. الست شرحت لها العنوان بالتفصيل. نورة بعد ما قفلت مع الست حست بإحساس غريب جدا جواها، بس الإحساس ده كان رافض مطلقا إن هي تروح الفرح لأن قلبها كان مش مرتاح، وهي نفسها مش عارفة ده سببه إيه. بس رجعت فكرت إنها خلاص وعدت الست، فقررت إن هي تروح الفرح. جه الليل ونورة راحت مع فرقتها للعنوان اللي الست قالت لها عليه. وصلت نورة للمكان ولقيت والد العروسة هو اللي بيستقبلهم. الفيلا كانت مليانة بالزينة والأنوار، ولما دخلوا الفيلا لقوا عدد كبير جدا من المعازيم، يعني كل حاجة بتدل إن فيه فرح طبيعي جدا. جت ست شكلها غريب جدا وكانت ضخمة الجسم، ومعاها مجموعة من البنات لون وشهم شاحب مش زي لون البشر الطبيعيين، ولما سلموا عليهم كان ملمس ايديهم خشن جدا كأن فيه شوك. المهم سلموا على نورة وفرقتها وقالوا ان هم معجبين بيها جدا ودايما بيتابعوها، واخدوهم على اوضه علشان يغيروا فيها ملابسهم، وراحوا ودخلوا معاهم الاوضه واتكلموا معاهم شويه. وهم معاهم في الاوضه نورة وفرقتها حسوا ان درجه حراره الاوضه سخنت بشكل غير طبيعي. وبعد ما الست الضخمه والبنات اللي معاها خرجوا من الاوضه كان في واحده معاهم اسمها شمس، وركز في اسم شمس ده كويس لان هيكون ليها دور مهم في الحكايه. شمس قالت لهم انا قلبي خايف وحاسه بالرعب بس مش عارفه ليه. نورة ردت عليها وقالت لها يلا نبدا الشغل، خلينا نخلص من اليوم الغريب ده، لان نورة من الاول كان عندها نفس احساس شمس وما كانتش عايزه تروح الفرح اصلا. وخرجوا من الغرفه راحوا للقاعه اللي هيبداوا فيها الفرح، وده كان تقريبا من اكبر الافراح اللي نورة احيتها من حيث عدد الناس والمعازيم. حتى الطعام اللي كان بيتقدم كان وليمه فعلا، كانت كمياته كبيره وكان تقريبا كله اغلبه من اللحوم، وكل ده كان بيدل على ان اصحاب الفرح اثرياء جدا. واول ما دخلوا القاعه نورة لاحظت حاجات غريبه جدا بس ما كانش ليها اي تفسير عندها، بل بالعكس الحاجات ديت زودت الخوف والتوتر اللي نورة اصلا حاسه بيه. اولا العريس مش لابس ملابس العريس المعروفه، كان لابس ملابس غريبه زي اللي كانوا بيلبسوها في العصر العثماني، والعروسه كانت لابسه فستان اسود فيه نقط بيضة، والفستان مرصع بجواهر واحجار كريمه ومجوهرات غاليه جدا. واللي كان اغرب من كل ده وكان مرعب فعلا هو الخلفيه اللي ورا العريس والعروسه، كانت معموله على شكل مجسم على وجه انسان بيصرخ بقوه. حتى العريس والعروسه نفسهم قعدتهم ما كانتش طبيعيه، كانوا قاعدين زي التماثيل ومفيش حد فيهم بيبص للتاني. نورة حاولت تعدي كل ده وتبدا اول فقره من الحفل علشان تخلص من اليوم ده وتمشي، وفعلا بدات اول فقره من الحفل. وبعد ما انتهت منها كانت عايزه تاخد استراحه هي وفرقتها قبل ما تبدا الفقره الثانيه، فرجعوا للاوضه اللي كانوا بيغيروا فيها ملابسهم. نورة كانت حاسه بتعب غريب وكانت محتاجه ترتاح شويه، وكان صعب انها تعمل ده في اوضه الفرقه والدور كله مليان معازيم وزحمه.
فقررت انها تطلع للدور التاني تشوف اوضه فاضيه تستريح فيها شويه. وفعلا طلعت الدور التاني واتفاجئت ان الدور قديم جدا وشكله مهجور بقاله سنين. وهي بتبص على الدور شافت ان في اوضه قريبه منها، فخبطت على الباب علشان تشوف في حد جوه ولا لا، علشان تستأذن وتدخل تريح شويه. بمجرد انها خبطت على الباب، الباب اتفتح لوحده. نورة دخلت الغرفة وكانت حاسة بإرهاق شديد جدا، على الرغم من إنها خلصت فقرة واحدة من الحفل، يعني ما لحقتش تتعب، وكمان ده شغلها اللي متعودة عليه، وما كانتش بتحس بالتعب ده زي المرة ديت. الأوضة كان فيها سرير قديم جدا. نورة من غير وعي راحت ريحت على السرير شوية، ومن التعب نامت فترة قصيرة. بس الفترة ديت كانت مرعبة جدا بالنسبة لنورة. شافت كابوس مرعب، سيدة شكلها مخيف جدا لابسة فستان اسود وبتجري على نورة وبتصرخ صرخات مرعبة. نورة صحيت على صراخ الست اللي في الكابوس وجريت علشان تخرج من الأوضة. باب الأوضة اللي كانت سايباه مفتوح لقيته مقفول. حاولت تفتح الباب بس ما كانش عايز يفتح، وفجأة وهي بتحاول الباب اتفتح لوحده وخرجت نورة من الأوضة. وهنا كانت المفاجأة، لقيت نفس الست اللي شافتها في الكابوس واقفة قدامها في الطرقة اللي قدام الجامع. نورة غمضت عينيها وقالت يمكن دي هلاوس من التعب، وبعد ثواني فتحت عينيها تاني ما لقيتش الست. نورة اتحركت بحرص شديد جدا علشان تنزل للدور اللي فيه الحفلة. فجأة لقت طفل صغير شكله مرعب جدا بيخرج من أوضة تانية وبيجري على نورة، وفجأة اتوقف مكملش وطلع على السلم للدور التالت. نورة الفضول غلبها وكأنها كانت مسحورة، جريت طلعت الدور التالت، لقيته زي الدور التاني برضه محجور وقديم وكأن بقاله سنين محدش دخله. وهنا الطفل كان اختفى. وقفت نورة مش لاقية حد، بس سمع صوت همس غريب، وفجأة سمعت صوت ضحك الطفل. جريت على مصدر الصوت، لقت الطفل المرعب ده قدامها، وللمرة التانية الطفل جري ودخل أوضة والباب اتقفل وراه. الفضول زاد عند نورة. نورة جريت على الباب وحاولت تفتحه، بس الباب كان مقفول جدا وصعب جدا انه يتفتح. فضلت نورة تخبط على الباب جامد علشان حد يفتح لها، بس محدش رد عليها. فقررت نورة انها تنزل للدور التاني، وهنا حست بحد مسك رجلها ووقعها على الارض، وكان بيحاول يسحبها لداخل الاوضه. نورة كانت بتصرخ جامد وبتقول له يسيبها، وفجأة لقيت صوت مرعب جدا خارج منه بيقول لها غني يا نورة انا بحب صوتك. غني يا نورة انا بحب صوتك. نورة كانت بتحاول تخلص نفسها، والرعب بقى مالي كل جزء فيها حرفيا. وفجأة اللي ماسك رجلها ده بيسيبها وتجري نورة علشان تنزل للدور التاني وبعده للدور الأول اللي فيه الحفلة. وترجع نورة للأوضة اللي كانوا بيغيروا فيها ملابسهم علشان تلاقي كل الفرقة متجمعة حوالين شمس اللي عمالة تعيط. دخلت لشمس قالت لها بتعيطي ليه؟ قالت لها انت لما اتأخرتي في ناس كتير من المعازيم سألوا عليك، فطلعت الدور التاني علشان أشوفك. لقيت المكان شكله قديم ومهجور ومرعب، وسمعت صوت جاي من الأوضة، فكرت إن أنت بتنادي عليا. دخلت الأوضة ملقتش حد، وأنا خارجة من الأوضة في الطرقة لقيت واحد واقف شكله مرعب جدا، ومن غير ما أحس قربت منه علشان أشوفه أو أحدد ملامحه، بس برضه معرفتش أحدد له أي ملامح لأن وشه كان تقريبا من غير ملامح خالص. فجريت نزلت على الدور الأول ولقيت على الأوضة. نورة قالت لها اهدي بس أنا شفت فوق أكتر من كده بكتير. شمس قالت لها البيت ده مش طبيعي، احنا لازم نمشي من هنا حالا. نورة ردت عليها وقالت لها دول مش هيسيبونا نمشي بسهولة، وما ينفعش نبين ليهم اي خوف لان احنا فعلا ممكن ما نخرجش من هنا خالص تاني. وقالت للفرقة يلا جهزوا علشان نكمل شغل ونقدم الفقرة اللي جاية وخليكوا طبيعيين خالص. وفعلا خرجوا علشان يقدموا الفقرة التانية، وهنا بيلاقوا المعازيم بيزيدوا بشكل مش طبيعي، وكمان بياكلوا في اللحوم اللي في الوليمة بشراهة مرعبة. كل ده وهم بيرقصوا على أغاني نورة وبيغنوا معاها بصوت عالي جدا أعلى من صوت الفرقة نفسها، الفرقة اللي أصلا صوتها بدأ يروح من كتر الخوف. وكانت نورة كل شوية تشاور بإيديها للفرقة إن هم يعلوا صوتهم علشان ما يلاحظوش حاجة. الستات اللي كانوا مع المعازيم كانوا بيرقصوا بشكل هستيري لدرجة ان الفساتين اللي كانوا لابسينها كانت بتترفع لفوق،
وهنا الفرقة شافت حاجة زودت رعبهم أكتر من اللي هم فيه. شافوا إن رجلين الستات ديت مش رجلين بشر، دي كانت على شكل رجلين ماعز. وهنا شمس لما شافت المنظر ده أغمى عليها من الرعب، والفرقة توقفت عن الشغل، ونورة استأذنت من أصحاب الفرح إنهم ياخدوا شمس على الأوضة، وفعلا أخدوها على الأوضة. شوية وشمس فاقت، بس كانت في حالة هستيرية صعبة جدا، وقالت لنورة احنا لازم نمشي دلوقتي أرجوكي، احنا هنا محبوسين وسط الجن. نورة ردت على شمس وقالت لها أنا عارفة، وبصت للفرقة كلها وقالت لهم اسمعوا، لو عايزين تمشوا من هنا بسلام يبقى لازم نكمل شغل لحد أذان الفجر، ولازم تستحملوا مهما كان المنظر اللي هتشوفوه، وخلاص الفجر فاضل عليه وقت قليل. ورجعوا تاني يكملوا الشغل وهم طبعا مرعوبين. وهنا لاحظوا ان عدد المعازيم زاد للمرة التانية بطريقة غريبة اكتر من المرة اللي فاتت. وكانت بتحصل حاجة غريبة، الستات وهم بيرقصوا كانوا بيشدوا شعر بعض بقوة لدرجة ان الشعر كان بيتقطع ويقع على الارض مليان دم. وفجأة ظهر صوت اذان الفجر، الله اكبر الله اكبر، وكل المعازيم اتجمدوا مكانهم، بس كانوا بيبصوا لنورة وفرقتها بنظرات مرعبة. وفجأة النور بيتقطع في البيت كله، وتخرج نورة وفرقتها بأقصى سرعة جري على الشارع، طبعا خايفين إن حد منهم يكون بيجري وراهم أو يلحقهم، لحد ما بقوا بعيد عن البيت. وهم ماشيين قابلوا شخص ماشي في الشارع. الشخص ده اتعرف على نورة وقال لهم إيه اللي جايبكم في الحتة المقطوعة ديت؟ حكوا له كل القصة اللي حصلت. قال لهم مستحيل، البيت ده مهجور بقاله سنين ومستحيل يكون فيه فرح. قالوا له لا احنا كنا في البيت دلوقتي والبيت كله انوار وزينه وكان فيه فرح فعلا. واخدوه ورجعوا على البيت تاني، بس للاسف اتصدموا من اللي شافوه. شكل البيت بقى قديم جدا وكانه فعلا مهجور من سنين، مفيش اي اضاءه، مفيش اي كهرباء، مفيش اي زينه افراح، مفيش معازيم. حتى الحديقه اللي قدام البيت الزرع فيها ناشف شكله بقاله سنين على كده. يعني باختصار مفيش اي حاجة تدل ان حد دخل البيت ده من فترة قريبة ولا حتى بعيدة وانا كان فيه اي فرق. الراجل سابهم ومشي، ومشيت نورة هي وفرقتها، ودي كانت اخر حفلة ليهم، لان نورة وفرقتها قرروا بعد اليوم ده ان هم يعتزلوا الفن نهائيا. دي كانت قصة الطجاجة نورة اللي غنت في فرح للجن، قضت اكتر ليلة مرعبة في حياتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من دعمكم لينا بعمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصحابكم على منصات التواصل الأخرى. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يشرفنا اشتراكك، وما تنساش تفعل زرار الجرس على اختيار الكل علشان توصلك كل حكاياتنا الجديدة. واستنونا في حكاية جديدة من حكايات مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات مع الناس قناة كل الناس.